وزي ما وعدتكم النهارده فيديو مش عادي. الفيديو ده بيجي مرتين بس في السنه، وهو فيديو افلام العيد. والسنه دي في العيد الكبير هقول لكم ايه الافلام اللي نازله، وهحكي لكم نبذه عن قصه الفيلم عشان تقرروا هتحبوا تتفرجوا على انهي فيلم. وكمان المفاجاه بقى اني هحكي لكم اسرار وكواليس في التصوير. لا، ده مش حقيقي، بس اعترف حتى لو لنفسك. لما قلت ان في اسرار من الكواليس انبسطت وقلت لازم اكمل الفيديو لحد الاخر ولا لا؟ طب طالما هو سر هعرفه ازاي؟ طب ولو هو سر فعلا حلو يعني اني افضحه ومصر كلها تعرفه؟ اعتقد اننا ضعاف قدام كلمة سر نفسها ايا كان مكانها. نرجع لموضوعنا. الافلام العيد ده شكلها جامدة جدا ومختلفة جدا. خلينا نبدأ. اول فيلم معانا هو ولاد رزق الجزء الثالث. اجهز انا طالع في لك. الجزء ده وبعد مرور سنين وانفصال الاخوات في حياتهم المختلفة، بيرجع شبح الماضي يطاردهم ويجبرهم على الرجوع لحياة الجريمة والسرقة مرة تانية. الفيلم زي الاجزاء اللي فاتت هيكون مليان اكشن واثارة، بس المرة دي على مستوى عالي جدا جدا جدا، او ده اللي انا بتمناه شخصيا. الفيلم برعاية موسم الرياض، اللي هو ما بقاش موسم، ده بقى عادي جدا طول السنة. الفيلم اتصور في الرياض واتحط له ميزانية كبيرة قوي، فالمفترض ان هو هيكون على مستوى عالمي. والعملية الجديدة اسمها القضية، ودي هتكون اكبر واخطر عملية في تاريخ ولاد رزق. الفيلم من اخراج طارق العريان اللي اخرج اول جزئين، والبطولة لاحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين. وبصراحة أنا ما بحبش أفلام أحمد الفيشاوي، بس ده الفيلم الوحيد اللي زعلت إن هو مش هيكون موجود فيه، عشان هو بصراحة مثل حلو قوي في الجزئين اللي فاتوا. والسبب إن هو مش موجود في الفيلم إن هو كان مشغول في تصوير فيلمه، مع احترامي الشديد، بس فيلم أولاد رزق ما يتسابش عشان أي فيلم تاني. طيب المفاجأة الكبيرة إن النجم كريم عبد العزيز هيشارك في الجزء ده. الفيلم التاني هو عصابة ريماكس. الفيلم كوميدي أكشن لأحمد فهمي ولبلبة وروبي ومحمد لطفي، وبيحكي عن شخص بينفذ عمليات سرقة لوحده، لكنه بيتورط في عملية كبيرة جدا، فبيضطر ساعتها إن هو يستعين بمجموعة من الأشخاص عشان يساعدوه. يعني هو شكل القصة تقليدية شبه أفلام كتيرة، بس أحمد فهمي يعني هنشوف هو هيعملها إزاي. الفيلم مليان مواقف وضحك، وأحمد السقا هيظهر كضيف شرف في الفيلم. الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي وإخراج حسام سليمان. لو بتحبوا الكوميديا والضحك ما تفوتوش عصابة ريماكس. الفيلم الثالث وهو فيلم جوازة توكسيك. كريم وفريدة عايزين يتجوزوا، لكن لما العائلات بتتقابل بتبدأ المشاكل والمقالب المضحكة بسبب اختلاف العادات والتقاليد. الفيلم من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد، وبطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ومحمد أنور. الفيلم الرابع وهو الفيلم اللي أنا شخصيا مستنياه، وده إن شاء الله أول واحد أنا هخشه، هو فيلم اللعب مع العيال. الاسم في حد ذاته مفارقة. لو انت عارف فيلم عادل إمام اللعبة مع الكبار هتفهم قصدي. الدرس الأول ما تصحونيش بالطريقة دي تاني. الفيلم كوميدي وهو بيحكي عن مدرس التاريخ علام اللي بيتنقل لمدرسة في منطقة صحراوية أو بدوية، وبيواجه مشاكل كتير قوي ما كانش متوقعها. الفيلم من بطولة محمد إمام وأسماء جلال، وتأليف وإخراج شريف عرفة، اللي أنا شخصيا بعشق أفلامه. كفاية فيلم الناظر وعبود على الحدود عشان تعرف مين هو شريف عرفة في الكوميديا. اللعب مع العيال فيلم مناسب لكل أفراد العيلة، وأنا شخصيا هاخد بناتي معايا. الأفلام اللي فاتت دي هي اللي أكيد وبنسبة كبيرة قوي هي اللي هتنزل في العيد، واتقال إن في أفلام كتيرة جدا ممكن تنزل برضو في العيد، بس مش أكيد، زي فيلم فرقة الموت بتاع أحمد عز وآسر ياسين، وفيلم ريستارت بتاع تامر حسني وهنا الزاهد، وفيلم الجواهرجي بتاع هنيدي ومنى زكي، واهل الكهف بتاع خالد النبوي، اللي قالوا انه كل شويه بيتاجل علشان بيحصل تطور في الجرافيكس عشان عايزين الفيلم يطلع باحسن صوره. طب ما احنا كده مش هنخلص، انا عايزه اشوفه بقى، مش هستنى لما اشوفه مع احفادي. فاضل على العيد 10 ايام او اسبوع ولسه مش عارفين، يا دي المصيبه. ده انا لسه عامله الفيديو بتاع افلام ديزني اللي هتنزل السنه دي، وهم قايلين لحد اخر السنه ومحددين الفيلم هينزل امتى، والفيلم عمره ما بيتأخر يوم. اللي ما شافش الفيديو بتاع افلام ديزني يتفرج عليه عشان انا بحبه جدا، مع انه ما عملش اي مشاهدة خالص. وقولوا لي رأيكم بصراحة، عشان انا مش عارفة اعمل لكم ايه، يعني اعمل لكم ايه عشان يعجبكم. ودي كانت الافلام اللي غالبا هتنزل في عيد الاضحى. يا ترى انهي فيلم مستنيينه اكتر؟
اكتبولي في التعليقات عشان انا هتابع معاكم. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة. وكل فتة وانتوا طيبين، وكفاية كده عشان اتعب.